كيبدا الفيلم ديالنا مع عائلة دانكن وهما فرحانين بعيد الميلاد ديال بنتهم. عائلة سعيدة وأي أسرة كتمنى تكون بحالهم. ويليام وكات كيلعبوا البيسبول وكيدوزوا أحسن اللحظات، وهما كيتعشاو. قالوا ليها بلي كتعطي للرياضة أهمية أكثر من القراية، وهذا الشيء كيقلقهم، ولكن هي قالت لهم بلي تقدر تجمع ما بينهم بجوج وما كاينلاش يتقلقوا. وفي الجهة الأخرى في واحد الكلوب ديال التعري دخلت عصابة خطيرة سميتها فيتير بويز كتراقب الوضع، وفي نفس الوقت داني اللي هو الزعيم ديال العصابة كيضرب واحد الراجل وقتلو بلا رحمة ولا شفقة. من بعد كيبانوا لينا جوج ولادو في المشهد اللي هما روري الابن الكبير واليد اليمنى ديالو، وداني الابن الاصغر. وقال لهم داني باللي هو واجد باش يدخل العصابة ويشارك معاهم اعمال اجرامية اللي كيديروا، وقالوا ليه خاصك تبين لينا باللي انت قادر دير اي حاجة باش نعرفوا باللي تستحق تدخل العصابة. وهنا ويليام وكات فرحانين بالفوز ديال الفريق ديالها، وقالت لباباها باللي بغات تاكل تاكل مكسيكي احتفالا بالفوز. خلاها في الطوموبيل ودخل المطعم باش يتقضى، ولكن للاسف عصابة فيتير بويز وقفات حتى الطوموبيل وبانت ليهم بوحدها، وشافوا فيها اول مهمة لداني باش يدخل رسميا للعصابة وعالم اجرام. ما همهم لا انها بنت صغيرة بريئة لا والو. خرجوها من الطوموبيل وضربوها، وللاسف داني ما ترددش وتيرا فيها قتلها بدم بارد. ويليام سمع صوت القرطاس وخرج كيجري حتى فات الفوت وشاف بنته طايحة في الارض وداني واقف حداها وهجم عليه وبقى كيتضارب معاه. داني ضرب ويليام طيحو في الارض وجا هارب، ولكن شدوه البوليس. وويليام بقى كيغوت باش يعتقوا بنته. داوها للسبيطار ولكن للاسف ماتت. ويليام ومرتو بقاو كيعانيو بزاف من الفقدان ديال بنتهم، واللي زاد أزم الوضع هو العدالة ما كانش منصفة، حيت داني غادي يحكموا عليه غير ب5 سنين ولا 7 سنين كأبعد تقدير، حيت نكر وقال لهم باللي ماشي هو اللي قتل. وويليام فاش كان كيتضارب معاه وقع له ارتجاج في الدماغ والشهادة ديالو ما مقبولاش، وحتى في التحقيق ما كاينين لا شهود لا كاميرات. وفي وسط المحكمة وباش يساليو هاد القضية ويليام بدل الرأي ديالو، وملي بان ليه بأن داني ما غاديش ياخد الجزاء ديالو اللي يستحق، وقال لهم باللي ماشي هو وباللي ما متأكدش، لدرجة المحامية بقات مصدومة من داكشي اللي قال. ولكن هو بينو وبين راسو كيطبخ طبخة الانتقام وغادي ياخد العدالة بيديه. المحكمة تلقات صراح داني وفرح من اللي منع من السجن. وهنا ويليام تبع العصابة حتى البلاصة فين كيسكنوا وبقى قاني وسط الطوموبيله ديالو. خرج داني من دارو تبعو دخل فيه حتى تهرس من رجلو، وهو معصب بدا كيكمل عليه بواحد العصا ديال البيسبول حتى صفاها ليه. رجع للدار وبدا ينقي حوايجو والطوموبيله ديالو من اثار الجريمه بالزربه، وكيحيد اي دليل ممكن يربطو بها. وفي هاد اللقطه روري وصلو خبر الموت ديال خوه داني، كيمشي بالزربه لمكان الجريمه وشاف خوه كيديروه في كيس الجثث، وظلامت الدنيا في عينيه حيت كان اعز شخص بالنسبه ليه. والغد ليه البوليس جاو عند ويليام ومعاهم المحقق تشين حيت شكوا فيه، ولكن قال لهم باللي ما عنده حتى علاقه بالموضوع. ومرتو زاد تاكدت ليهم باللي كان في الدار ديك الليله. وهما جالسين في الكلوب روري صمم انه ينتقم لموت خوه، وعطى امر العصابه باش يقلبوا على شكون القاتل. وهما كيسولو قالت لهم وحده من بنات الليل باللي شافت هاد الشخص اللي في الصوره البارح حدا الدار ديال داني. وملي تاكدوا باللي ويليام هو اللي قتل بقاو كيقلبوا عليه حتى لقاوه جالس مكونيكتي بالبيسي ديالو حدا واحد القهوه. جاوه من اللور وبغاو يصفيوه عليه، ولكن لحسن الحظ عاق بيهم في اخر لحظه وبقى مقاتل معاهم حتى قدر يقتل هنلي ويهرب منهم. وهذا الشيء كامل راجع للمهارات ديالو اللي اكتسبها ملي كان في الجيش الامريكي.
مشى للدار ديالو وسد الباب والسراجم، وهو عارف باللي في اي لحظه غادي تجي العصابه باش تقتلو. اقترحات عليه مرتو يتصل بالمحقق تشين باش يعاونه. وهنا في مسرح الجريمه البوليس كيكتشفوا باللي الضحيه الثانيه واحد اخر من عصابه فيتير بويز، وهذا الشيء كيأكد باللي كاينه سلسله ديال الجرائم. تشين جاه اتصال من ويليام وقال له باش يجي لعندو للدار، وهما كيهضروا تشين تأكد من الشكوك ديالو في تورط ويليام في هذا الشيء، وحذروا من الدخول في حرب مع هذه العصابه الخطيره. ومع ذلك وفر ليه الحمايه هو ومراته، وحط دوريه فيها جوج ديال البوليس قدام باب المنزل. وفي هذا المشهد كيبان لنا واحد الشفار ديال الطوموبيلات سميتو دانتي، كيشفر الطوموبيلات الغاليين وكيجيبهم واحد الكراج ديال صاحبو روش اللي داير عصابه ديال تفكيك السيارات وبيع قطع الغيار ديالها. عطاه الطوموبيل المسروقه وخلصوا روش شي حاجه ديال الفلوس وكمل ليه بصاك عامر بالسلاح. وفي هذه اللقطه ويليام اعترف لمرتو جين باللي هو اللي قتل داني انتقاما لبنتو كات. وفي الليل البوليس هما جالسين في الطوموبيل ديالهم داز شي واحد ورمى عليهم قرعه ديال الشراب، وهذا كان غير قالب باش يتبعوه ويعطيو فرصه لرئيس العصابه دوني هو ولدو روري يدخلوا للدار باش يصفيوها لويليام ومراته. حيدوا ليهم التليفونات ديالهم وبداو كيهدوا فيهم، وفي اخر المطاف تيراو فيهم. جين ماتت في البلاصه، ويليام طاح الارض، وخا مضروب قدر يوصل لواحد التليفون كان مخبي في واحد القنت ويتصل بالاسعاف. ضرباتو الفيقه لقى راسو في السبيطار ودخل في واحد الحاله هستيريه وما بغاش يبقى عايش. تمنى انه يموت وما يبقاش في هذا العالم بلا بنته ومرته. ومن بعد بقى كيتعافى وكيسترجع القدره ديالو باش يمشي، وهرب من السبيطار متنكر في لباس ديال عامل النظافه. مشى الضواحي ديال المدينه لواحد الفندق باش يبقى بعيد على الاعين. وفي اليوم الثاني شافو دانتي وسولو، قال له كتبان لي مرتابك وماشي هو هذاك. ويليام في الاول ما بغاش يهضر معاه، ولكن عاود ليه على المشكل اللي عنده مع عصابه فيتير، وصدق حتى دانتي ديجا عنده مشكل معاهم وكانوا بغاو يقتلوه وقتلوا ليه ولد عمو. ويليام فاش سمع هادشي قال له خاصني سلاح، واش تقدر تعاونني؟ هو يجبد له دانتي تشكيله من الاسلحه شراها وزاد شرا من عنده حتى الطوموبيل، ولا ديما كيمشي لواحد البلاصه يتدرب باش يكون واجد للانتقام. وقبل ما يبدا في المخطط ديالو مشى زار القبر ديال بنته ومرته وتوادع معاهم. واول واحد بدا به هو زاك صاحب روري، لقاه كيلعب في البلاي وهجم عليه وبداو كيتقاتلوا بعنف. وفي اخر المطاف ويليام غلبو وتيرا فيه جابو كاو. ومن بعد البوليس لقاو الجثه ديال زاك، ومشى تشين عند دوني وقال ليه باللي ويليام مازال حي وكيقتل في افراد العصابه الواحد بالواحد، ووصاهم باش يحبسوا هذا الشيء باش ما يزيدوش يطيحوا ارواح واحد اخرين. وفي هذا الوقت ويليام جالس برا وشاف تشين خارج من عندهم وشك فيه، وتبعوا للدار وهدوا بالقتل، وقال ليه ما تجيش قدامي ولا غادي نصفيها ليك حتى انت. من بعد مشى للنادي ديريكت قصد راس الحربه دوني، وبدا كيهضر معاه. دوني عرف باللي هذه هي النهايه ديالو، وقال له يلا قتلني بالزربه وسالي هذا الشيء. وداك الشيء اللي دار تيرا فيه للراس وقتلو. وهز التليفون وعيط لولدو روري يعلمو باللي راه قتل ليه باه. ضربوا صحابو الدوميتور بالطوموبيلات ومشاو قاصدين ويليام النادي. دخلوا ونط قرطاس بيناتهم، تقاس ويليام في كتفو بقرطاسه، ولكن لحسن الحظ قدر يهرب ومشى للوطيل. شافوا دانتي في ديك الحاله ومشى باش يساعدو، وفي نفس الوقت لونا شافت ويليام طالع في الدروج ديال لوطيل وهي تصون لروري في التليفون وقالت له باللي صاحب دعوت وراه هنا. جا روري وصحابو اللوطيل ونط عاود تاني قرطاس. دانتي وويليام هربوا بالطوموبيل وتبعوهم، وهما مقاتلين في الطريق. دانتي دور لصاحبو روش قال له اعتقني راني في مشكل كبير وراني جاي لعندك. وبالفعل روش وجد العصابه ديالو وكل شيء كان على أهبة الاستعداد. انفوصلوا الكراج نط قرطاس بين العصابات بجوج، شي كيقتل في شي، حتى بقى روري ويليام بوحدهم. وفي هاد اللقطه ويليام بغى يغفر روري قتلو. الساعه شافو ضربو بقرطاسه جا في الارض. روري نزل عنده وقال له كيما قتلتي خويا داني انا غادي نقتلك دابا.
ويليام بان له واحد الطرنوفيس شدو وضرب به روري العنق، طاح مات حداه. دانتي كان مصاب في كتفو، سلات بجوج ثواني قبل ما يوصلوا البوليس. وهنا كيبان لينا المحقق تشين كيهضر مع ويليام اللي كان باغي يسلم راسو للبوليس، ولكن كيموت في اخر لحظه بعد ما انتقم لبنته ومرته، ولكن الثمن كانت هي حياته. حتى لهنا غادي نكونوا سالينا الفيلم ديالنا. نشوفكم في ملخص فيلم اخر ان شاء الله. تهلاو.